علم من مصادر داخل النادي الإسماعيلي أن إدارة النادي الإسماعيلي تتمسك بإقامة مباراة فريقها أمام فريق الاتحاد السكندري على استاد برج العرب كما هو محدد بجدول الدوري، دون الانتقال إلى لعب المباراة على استاد الإسكندرية. وكانت جماهير الاتحاد السكندري قد طالبت بنقل المباراة إلى استاد الإسكندرية لكي يتمكن أكبر عدد من الجماهير لمؤازرة الفريق الأخضر في المباراة الهامة التي تحدد مصير زعيم الصقر بالدوري الممتاز. ومن جانبه قام النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالتدخل لدى المسؤولين لنقل المباراة على استاد اسكندرية، وهو ما أسلج صدور جماهير الاتحاد السكندري الذين تنافسوا الصعداء. ولكن مساعي الفريق المنافس لزعيم الصقر وهو الإسماعيلي أكدت تمسكهم بإقامة المباراة باستاد برج العرب. ويذكر أن المباراة بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي ستقام يوم السبت المقبل في تمام الساعة 8 مساء، وهي مباراة مصيرية بالنسبة للاتحاد السكندري، ويخشى الاتحاد أن يفقد أي نقاط أمام الإسماعيلي رغم أن الإسماعيلي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.